مخزون أمريكا ينفد. حرب إيران تلتهم صواريخ واشنطن الاستراتيجية. أزمة حادة تضرب البنتاغون وسط تحذيرات من أن إعادة بناء مخازن الذخيرة قد تستغرق سنوات لا أشهرا. فخلال 39 يوما من القصف المكثف استهلكت القوات الأمريكية أكثر من نصف احتياطاتها من الصواريخ الاعتراضية والدفاع الجوي، مما جعل الجيش الأمريكي أقل استعدادا لمواجهة التهديدات العالمية وفقا لتقارير نيويورك تايمز. هذه المواجهة كلفت واشنطن نحو 29 مليار دولار بحلول مايو 2026، مع توقعات بأن تتجاوز التكلفة طويلة الأجل التريليون دولار. وميدانيا استنزفت المعارك قرابة 1100 صاروخ كروز شبحي وأكثر من 1000 صاروخ توماهوك، ما يعادل 10 أضعاف المشتريات السنوية، بالإضافة إلى 1100 صاروخ باتريوت يتجاوز السعر الواحد منها 4 ملايين دولار. العودة لمستويات ما قبل الحرب لمنظومات باتريوت وثاد قد تستغرق من سنة إلى 4 سنوات بسبب تعقيد سلاسل الإمداد وبيروقراطية التعاقدات والاعتماد على شركات محدودة مثل لوكهيد مارتن ورايثيون. هذا المأزق دفع إدارة ترامب لطلب ميزانية إضافية عاجلة بقيمة 87 مليار و600 مليون دولار، تزامنا مع طلب ميزانية دفاعية قياسية لعام 2027 بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهي الزيادة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. لمواجهة النقص فعلت واشنطن قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 لتسريع خطوط الإنتاج، وتدرس تحويل مصانع السيارات الكبرى مثل فورد وجنرال موتورز لإنتاج المكونات العسكرية، مع التوجه لتطوير جيل جديد من الصواريخ الاعتراضية منخفضة التكلفة لتقليص سعر الصاروخ إلى ما دون $1,000,000.